السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة كويزين منينة الجيريان. في هذه الفيديو راح نشارك معكم زوج وصفات. راح ندير معكم وصفة تاع مشوك الجلجلان بطريقة سهلة وسريعة، يجي معسل للقلب وبزاف هشيش وبنين. وراح ندير معكم وصفة تاع لي زاموندين بالكاوكاو، يجوا طريين وبزاف بنان. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ما تنساونيش بالاشتراك في القناة وجام على الفيديو فضلا وليس امرا. قولوا بسم الله ونبداو في الوصفة تاعنا. نبداو بوصفة مشوك الجلجلان. نحتاج فيه 250 غرام تاع مارغرين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. ندير لها قرصة تاع الملح، وندير نص كاس تاع سكر ناعم، الكاس المستعمل تاع 220 مليلتر. نغربل هذاك السكر الناعم، وندير مغرف صغيرة معمرة مليح تاع لافاني، وندير كذلك مبشور تاع حبة ليمون، وندير زوج صفار بيض وحبة بيض كاملة. هذا المشوك راح يجيكم بزاف بنين ويجي هشيش وطري ويدوب في الفم. نخلط هذو المقادير مليح مليح لمدة دقيقتين بالضراب الكهربائي، واللي ما عندهاش الضراب الكهربائي تستعمل يدها حتى نتحصلوا على هذا القوام. بعد ما نخلط المكونات مليح مليح ونتحصل على قوام كريمي، ندير هنايا كاس تاع كاوكاو يكون محمص بقشورو ومرحي في رقيق كامل، وندير كاس تاع جلجلان يكون محمص ومرحي، وعندي نص كاس تاع حلوة الترك ولا الشامية. نخلط هذه المكونات مليح مليح بالملعقة. بالنسبة للكاوكاو والجلجلان حمصوهم ورحوهم هذاك النهار اللي ديروا فيه الحلوى تاعكم باش يجوا بنان كي ديروهم اجدد. هنا بعد ما خلط هذه المكونات نبدا نضيف الفارينة بالتدريج. ندير مغرف صغيرة تاع خميرة كيميائية ونلم العجينة تاعي حتى نتحصل على قوام عجينة تكون طرية، ما لازمش تيبسوا لابات. كنت يبسوها ما راحش تشرب العسل وراح تجيكم يابسة. والسر تاع الجلجلانيه باش تجيكم خفيفه وتجي مشقه وتتشرب العسل كي طيب، لازم لاباط تخلوها طريه على عجينه الصابلي. لو كانت يبسوها ما راحش تحصلوا على نتيجه مليحه. واي عجينه فيها الكاوكاو ولا الجلجلان حلوه الترك لازم العجينه تخلوها طريه على عجينه الصابلي، ماشي تتلاصق في اليد وماشي يابسه. المهم ديروا حسابكم خلوها طريه باش تجيكم الحلوى بنينه وخفيفه. كما راكم تشوفوا هنا راني نلم في العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هنا راني نقول ونعاود خاصه المبتدئات يعني روحوا غير بالعقل مع الفارينه، ما ديروش بكميات كبيره باش ما تغلبكمش وتنشف لكم لاباط وتولي تتفتت. هنايا غير تلموها مباشره، ديروها في كيس بلاستيكي، ما تخلوهاش هكاك للهواء راهي راح تنشف معاكم. هنا درتها في كيس بلاستيكي ومباشره نبدا نخدم بها، ما نخليهاش تريح. هي من المستحسن ما تخليوهاش تريح، خدموا بها مباشره. هنايا وزنتها 30 غرام. نتوما اذا حبيتوها تخرج لكم كميه كبيره وزنوها 25 غرام، كما انا خرجت لي حوالي 35 حبه هكاك. هذاك البيض اللي خليته نحط فيه هذيك الكريه تاع العجين ونحطها في الجلجلان. وهنا كي تحطوها في الجلجلان عاودوا كوروها باش تمدوا لها لافوم وحطوها في الكيسات. هنا كي راني نوري لكم وزنتها 30 غرام. بعدها نحطها في البيض ونزيد نحطها في الجلجلان ونكورها مليح ما بين يديا، نعطي لها الشكل يكون شباب، ونحطها في الكيسات. وزينتها من الفوق بحبه كاوكاو اللي كنت غطستها في البيض وحطيتها. وكي تحطوها في الحبه تاعكم تضغطوا شويه باش تلصق وما تطير لكمش بعد ما طيب. هنا العجينه كي راني نكور فيها ما راهيش تتفتت لانه العجينه درتها طريه. لو كانت يبسوا لاباط تاعكم كي تجوا تكوروها ما تتلمش معاكم وتولي تتفتت. بعد ما كملت شكلت الحلوى تاعي نديرها طيب على 160 درجه في فرن يكون مسخن مسبقا لمده ربع ساعه. نطيبها من تحت ولازم تعسوها من تحت لانه تمتم تتحمر. كي طيب من تحت نشعلها من فوق حتى تدي تحميره شابه، وغير نخرجوها وهي سخونه نديروا لها العسل. هنا كل حبه ندير لها مغرف كبيره تاع العسل، وضروري الحلوى تاعكم تكون سخونه والعسل تكون بارده، ونخلوها تتشرب. والجلجلانيه كي تبات تولي معسله خير لانه العسل يتشرب. كي تبات تولي طريه من الداخل ومعلكه وتولي هايله. هنا نجوزو نحضروا حلوى تاع لي زاموندين بالكاوكاو. عندي 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، وعندي حبه بيض كامله، وعندي مغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني. هنا درت نص مغرف كبيره، ودرت زوج مغارف كبار تاع زيت،
وهنا نسيت السكر، ديروا 60 غرام تاع سكر ناعم وخلطوا هذو المكونات مليح بالضراب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى تحصلوا على خليط كريمي. ونجمع الخليط تاعي بالفارينة اللي لازم تغربلوها، وندير على راس المغرف، ما تكثروش بزاف الخميره، غير شويه برك على راس المغرف صغيره تاع خميره كيميائيه. ونلم العجينه تاعي، لازم تحصلوا على عجينه تكون طريه ما تيبسوهاش كيما العجينه تاع الصابلي. وكي نجمعها نديرها في كيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجه تريح لمده 20 دقيقه. هنا الفارينه تدي لكم حوالي 250 غرام هكاك. المهم تحصلوا على عجينه تكون طريه، ما تنشفوهاش باش تجيكم تدوب في الفم، ما تجيش يابسه. وهنا نجو نحضروا الكريمه تاع الكاوكاو. نحتاجوا فيها 200 غرام تاع مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، و200 غرام تاع البيض اللي هما 2 حبات يكونوا متوسطين. ونزيد ندير 100 غرام تاع سكر عادي، وندير مبشور تاع حبه ليمون اللي هو ضروري، وندير مغرف صغيره معمره مليح تاع لافاني. ونخلط هذو المكونات مليح مليح لمدة 3 دقائق. لازم تخلطوا مليح باش يذوب معكم السكر. بعد ما نخلط المارغرين والبيض والسكر مليح مليح، ندير 100 غرام تاع كاوكاو محمص بقشورو ومرحيف رقيق، ونزيد نخلط شويه بالباتر. بعدها نضيف 50 غرام تاع فارينه، وندير رشه تاع خميره كيميائيه، ما تكثروش، رشه فقط. ونزيد نخلط غير شويه، كي ديروا الفارينه ما تكثروش تخلط، خلطوا غير شويه قسمه تدخل في المكونات. ندير الكريمه تاعي تريح في الثلاجه لمده 10 دقائق، الوقت اللي نكمل نشكل العجينه تاعي في ليمول. انا جبت العجينه تاعي من الثلاجه للامانه ما خليتهاش ريحت بزاف، واحد 5 دقائق فقط. نبدا نشكل فيها. راح نستعمل هذوما ليمول، وانتم استعملوا اي ليمول عندكم. الافضل استعملوا اللي يكونوا صغار، ما ديروش كبار بزاف باش يجوكم شابين. نحكم كمية من العجين، نكورها ما بين يديا، نحطها في المول، نمشيها في القاعدة ونزيد نمشيها في الأطراف، ونضغط مليح ونحي الزائد تاع العجينة. والسمك تاع العجينة ما ديروهاش خشينة بزاف وما ديروهاش رقيقة شفافة. هنا بعد ما كملت شكلت العجينة تاعي في الليمون، نديرهم المعجون. درت لكل وحدة حوالي نص مغرف صغيرة تاع معجون. من الأفضل يكون مربع شاد روحه، ماشي جاي مايه باش ما تشربوش العجينة. نعمر ليمول تاعي بالكريمه، وهنا كي تعمروهم ما تعمروهمش كامل للفوق، خلوا مسافه صغيره قسمه يتنفخوا، وثاني باش ما يفيضولكمش. وراني حاطه قدامي شويه تاع ماء. كي نعمر المول تاعي بالكريمه نحط صبعي في هذاك الماء غير شويه برك ونبلاطيها باش الشكل تاعها يجي مليح. نكمل نعمرهم كامل بالكريمه. وكي تكونوا تعمروا الكريمه تاعكم في ليمول، من المستحسن استعملوا لابوجوطا باش تجيكم الخدمه متقونه وسهله. انا ما كانتش عندي، استعملت غير الملعقه الصغيره. وكما قلت لكم المعجون لازم يكون حاكم روحه باش ما يتخلطش مع الكريمه وما تشربولكمش العجينه. نكمل نعمرهم كامل بالكريمه. نزينهم بكاوكاو ايفيلي. وهنا كي تحطوا الكاوكاو ايفيلي فوق الحبه، اضغطوا شويه بيدكم باش يلصق في الكريمه، وحاولوا تعمروها مليح باش كي طيب ما يبانوش هذوك الفراغات. بعد ما نكمل نزينها نديرها طيب على 160 درجه. الفرن يكون مسخن مسبقا لمده 4 ساعه. نطيبها من تحت حتى تدي اللون الذهبي. بعد ما تطيب نطفي عليها من تحت ونشعلها من الفوق، تدي تحميره تكون شابه. كي نخرجها نخليها تبرد شويه ونحيها من المول، راح تتنحى بكل سهوله. ولازم تستعملوا مول نوعيه مليحه باش ما يلصقولكمش. بعدها دهنتها من الفوق بالناباج وزينتها بالكرز المجفف. والحلوى تاعنا راهي واجده، جات تحفه. شوفوا الجلجلانيه جات مشقه وبنينه ومعسله حتى للقلب، ومام لي زاموندين جاو طريين وبنان. في الأخير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، تلقاو في وصفة جديدة ومع السلامة.